جماعه انا مش فاهم حاجه، ممكن حد يشرح لي بس اللي بيحصل؟ الراجل ده خسران 3 من ارسنال، عنده الفريق كله مصاب تقريبا، انتوا كلها كانت نازله النهارده، يعني هو حرفيا العين في الماتش والقلب مع ارسنال هناك، او مستنيانه في سانتياغو. كيليان امبابي كلمه بره الماتش دي كلمه قليله بجد، هو الواد حرفيا مش بره الماتش، الواد بره الكوكب كله تقريبا. مفيش اي تفسير تاني ان انت تعمل حاجه زي كده غير ان انت حرفيا مش عقلك بس اللي بره الواد يعني فرقته كسبانه وبرضه في ضغط عليه. ما علينا، نرجع لموضوعنا تاني اللي انا لحد دلوقتي مش فاهم كميه عبث وتغيرات بتحصل في التشكيله قبل ما الماتش يبدا وفي نص الماتش كمان، مش طبيعيه بجد. من تغيير بقى كامافينجا اللي في نص الملعب يرجع باك شمال، وفالفيردي اللي في نص الملعب يرجع باك يمين. طب نبدا ببلينجهام ولا ما نبداش؟ نريح سيبايوس ولا ما نريحوش؟ عبث عبث، انت لا تتخيل. حلو لحد كده حلو، هتقول لي طب يا معلم يا ابو الكباتن ايه مشكلتك في القصه دي كلها وايه اللي انت مش فاهمه؟ اخواتي، هو مش لما المدرب يبقى مطرود وفي حد واقف مكانه على الخط اللي هو المفروض يعني على الورق مساعد المدرب، يبقى في اي لغه تواصل ما بينك وما بين اللي على الخط ده يا حبيبي؟ سماعه في ودنك، تليفون، اي حاجه بتعمل دماغ بتعلي وهو هيحس بيك يعني؟ يا جماعه ده بشع بشع، وصل لمرحله مش طبيعيه.